في ناس لما تتضايق تسكت، وفي ناس لما تسكت دماغها تفضل تحلل وتفكر. مالك يا كريم من امبارح وانت ساكت؟ ولا حاجة، بس الموقف اللي حصل بينا ضايقني شوية. لما قلت لي خلاص مش مهم حسيت انك متضايقة مني. متضايقة؟ لا والله انا كنت مستعجلة بس. يمكن، بس نبرة صوتك كانت مختلفة. قعدت طول الليل افكر، يمكن زعلت من كلامي، يمكن ضايقتك وانا مش واخد بالي. كريم انت دايما بتحلل كل حاجة بزيادة، مش لازم كل حاجة تاخد منك كل التفكير ده. عارف اعمل ايه؟ دماغي مش بتقف. اي موقف بسيط بيتحول جوايا لحكاية كبيرة، وبصراحة ده بيتعبني، بس في نفس الوقت انا مبسوط لاني بحس بالناس اكتر. في ناس الموقف يعدي عليهم عادي، وفي ناس الموقف يعيش جواهم. كل كلمة، كل نظرة، كل نفس بيعمل جواهم فيلم كامل من التفاصيل والمشاعر. دكتور إلين أرون كانت واحدة من الناس دي، بس بدل ما تسأل هو أنا ليه كده، بدل ما تلوم نفسها قررت تفهم نفسها. بدل ما تعتبر حساسيتها ضعف قررت تفهمها. درست آلاف الأشخاص لحد ما اكتشفت إن في نوع من الناس بيعيش الحياة بطريقة أعمق من الباقيين، وسمتهم الشخص الحساس جدا، highly sensitive person. دكتور إلين هي عالمة نفس أمريكية متخصصة في علم النفس العلاجي وعلم الشخصية، يعني مش هنلاقي أحسن منها يكلمنا عن الشخصية. اشتهرت بأبحاثها عن مفهوم الشخص الحساس جدا، وهي أول واحدة صاغت المصطلح ده علميا، وقدمت له دراسات موثقة في التسعينات. كرست أكتر من 25 سنة من حياتها عشان تدرس الأشخاص اللي عندهم حساسية عالية. 25 سنة يا دكتور، والله انت قمر. ده احنا بنقرأ كتاب بنريح شهر. ومن كل اللي شافته ودرسته كتبت سلسلة كتب غيرت حياة ملايين الناس، وأهمها كتابها الأشهر The Highly Sensitive Person. وزي ما عودناكم إننا بناخد أهم الأفكار اللي في الكتاب. هنتكلم عن صفات الشخص الحساس جدا، الطفولة وتأثيرها على الأشخاص الحساسة، إزاي نعيد تربية نفسنا، العلاقات وأهمية الحدود النفسية عند الشخص الحساس، و5 خطوات عملية للناس الحساسة جدا، وإزاي نتعامل مع الناس الحساسة. دكتور إلين عندها مفاجأتين للناس الحساسة. أول حاجة بتقول إن الحساسية صفة فطرية، يعني حضرتك مش مسؤول إنك حساس جدا، وحوالي من 15 ل 20% من البشر حساسين جدا، فاطمن انت مش لوحدك. تاني حاجة بتقول ان الحساسية مش مرض ومش ضعف، بالعكس دي هدية، هي بس محتاجة وعي اكتر مش علاج. الناس الحساسة جدا بيعيشوا الدنيا بتفاصيلها، بيلاحظوا اي تغيير في صوتك، التعب اللي في وشك حتى لو ما قلتش، بيحسوا بالجو اللي في الأوضة قبل ما حد يقول. بس أهم حاجة إنهم مستمعين ممتازين. لو كلمتهم في التليفون وانت مزاجك متغير هيحسوا على طول، وتلاقيهم بيسألوك هو انت متضايق من حاجة؟ دماغهم بتعالج كل حاجة بعمق، مش من فوق الوش. يعني الموقف اللي يعدي على أي حد هم يبتدوا يحللوه ويفكروا فيه، ويبتدوا يسألوا أسئلة زي ليه حصل كده، وزعل ليه، أنا شكلي عكيت. والتفكير بالطريقة دي مرهق، بس في المقابل بيخليهم أعمق في الفهم والإحساس. الناس الحساسة الدوشة، الزحمة، الشغل الكتير، أو حتى طاقة الناس اللي حواليهم بتستهلك طاقتهم في وقت قصير. عشان كده بيحتاجوا دايما فترات عزلة، لحظات هدوء يرجعوا فيها توازنهم. نظامهم العصبي محتاج وقت يرتاح فيه بالدوشة اللي حوالينا. الناس الحساسة جدا دي اللي حواليهم ساعات بيظلموهم، يقولوا عليهم دراما، مقفرين، بس هم مش من النوع اللي بيكبر، هم شايفين أبعاد غيرهم مش شايفها، بس والله مهضومين كتير. يا ريت حد يقول للناس دي إن الحساسية مش تهمة،
في الحلقة الجاية هنكمل مع دكتور إيلين ونعرف إزاي الشخص الحساس يقدر يتصالح مع نفسه ويحول حساسيته من وجع لهدية.